السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وفي صحة جيدة وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. إن شاء الله غادي نشارك معكم تحلية من أسهل وألذ ما يكون، كيجي القوام ديالها كريمي والمذاق ديالها روعة. إن شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. وإلا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق ديالكم المحفزة. وبلا ما نطول عليكم يلا ندوزو باش نشوفوا المكونات والطريقة ديال التحضير. وغادي نحتاجو في هذه الوصفه لسبعه الحبات ديال التمر، 20 غرام ديال اللوز، حبه ديال الموز، وعندي هنايا كريم كراميل اولا فلون كراميل اولا الا عندكم حتى فلون بذوق الفانيلا حتى هو يجي في هذه الوصفه. تقدروا تستعملوا حتى فلون ديال درهم اولا ديال 3 دراهم حتى هو يجي في هذه الوصفه زوين. فخديت هنايا التمر عندي 7 الحبات، غادي نحيد ليهم العظم. وبالنسبه للوز فغادي تستعملوا اللوز، انا هذا كان متوفر عندي اللوز مقلي، كنت محيده ليه القشره وقاليه، كنت احتاجيته في واحد الوصفه اخرى، ولكن تقدروا تستعملوا حتى بالقشره ديالو يكون هكا محمر، اما تحمروه في المقله ولا في الفران، يبقى لكم الاختيار، فاما يكون بالقشره او بلا قشره، راه بجوج بهم كيجيو زوينين. درت هنايا خديت الخلاط، الكأس ديال الخلاط الكهربائي، وغادي ندير فيه المكونات كامله. درت التمر واللوز والحبه ديال الموز، وهنايا درت الفلون اولا الكريم كراميل. وبالنسبه لهذاك الساشي ديال الكراميل تيكون معاه، انا غادي نخليه جانبا حتى نزين به من بعد. وضفت نصف لتر من الحليب، وغادي نخلط الكل في مره واحده. كنطحنوا هاد المكونات جيدا. فهاد التحليه هذه سريعه التحضير، ما كتاخذش منكم وقت نهائيا، فهكا كتوجدوا كل شيء مره واحده. هنا ملي طحنت الخليط مزيان غادي نفرغه. تقدروا هنايا الا بغيتوا تصفيو هاد الخليط تقدروا تصفيوه، بغيتوا تخلي بلا ما تصفيوه يبقى لكم الاختيار، فانا ما صفيتوش. واخا بقاو هكا شي حبيبات هكا اللي رقيقه ديال التمر واللوز، راه كيجي القوام ديالهم من بعد كيجيو زوينين في التحليه. انا كنفضل نخليهم، ولكن اللي بغات تصفي. غادي نحط هذا الخليط على نار متوسطه مع التحريك. غادي نخليه تقريبا يبقى واحد 3 دقائق من بعد الغليان، يعني حتى كيبان لينا راه غلا، نخليه مورا الغليان واحد 3 ديال الدقائق، ودائما وحنايا كنحركو. ومن بعد غادي نحيدوه على النار ومباشره نديروه في الكؤوس ديال التحليه ديالنا. وراه كيعطينا كميه اللي وفيره. انا هادو راه كبار شويه وعمرتهم مزيان وعطاوني 5، الا درتو صغر منهم راه اكيد غادي يعطوكم اكثر. صافي وغادي ندخلو للثلاجه. في الاول خليته فوق سطح العمل حتى خدا درجه حراره الغرفه، ومن بعد دخلته للثلاجه حتى برد. بالنسبه للتزيين انا غادي نزينو هكا بقطع ديال الموز والتمر اللي خديت هكا واحد 2 حبات ديال التمر وقطعتهم مكعبات، وغادي نزيد واحد الخط من الفوق ديال الكراميل. هذاك الساشي ديال الكراميل اللي كان مع الكريم كراميل اللي كان في العلبه غادي نزين به خطوط من الفوق. وبطبيعه الحال التزيين كيبقى اختياري، تزينوه باي حاجه بغيتو، وتقدروا تستغناو على هذا الكراميل الا ما كانش متوفر عندكم. غادي نزيد من الفوق القليل هكا ديال اللوز اللي محمر اللي هرمشتو. بطبيعه الحال كنضيفوا هذا اللوز حتى الاخر، حتى كنبغيو نقدموه عاد كنضيفوا هذه الاضافه ديال التزيين، خصوصا اللوز باش كيبقى محافظ على هذيك القرمشه ديالو. وكتجي التحليه هي هذه، كيجي المذاق ديالها اكثر من رائع. جربوها، انا اكيده انها غادي تنال الاعجاب ديالكم. كيجي المذاق ديالها روعه، وكيف ما شفتوا سريعه وسهله وبسيطه. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى.